خطورة المحفزات، وبأكد عليها 3 مرات: خطورة المحفزات، خطورة المحفزات، خطورة المحفزات. لو انت بتحط لطيورك محفزات في المية، سواء كانت روز او كوكتيل او فيشر او زبرة او ضرة او جميع انواع الطيور الزينة بشكل عام، لازم تحط بنسب حسب النشرة الداخلية داخل العبوة. لان دلوقتي بعض الناس بتواجه مشاكل عدم البيض او عدم الانتاج من الكوكتيل او الروز او الفيشر او الاسترالي او الزبرة او اي طيور زينة بشكل عام. بيبدأ يتجه الى العيادات البيطرية ويبدأ يجيب ان هو يجيب مضادات حيوية يعالج بيها، وبعد كده يبدأ يجيب مثلا سيلينيوم، وبعد كده يبدأ يخش في الفيريتي فيت، وبعد كده يبدأ يجيب اي انواع فيتامينات او اي حاجه مثلا ما يكونش مصدر ثقه، او تكون حاجه مستورده، او حاجه سواء منتج مصري او منتج مستورد يكون كويس 100%. مع بعض دلوقتي هنعرف ايه العوامل وايه اضرار المحفزات دي على الطيور وعدم الانتاج بعد ما تدي محفزات للطيور. كمان ما بيكونش فيه انتاج مع بعض دلوقتي بنسبة 90%. ومن خبرتي بالنسبة لمجال الهواية انا شغال بمحفزات طبيعية، كمثال الجرجير، الجنزبيل، البرسيم، اي جميع انواع محفزات طبيعية ربنا خلقها. كمثال هنقول تاني، هنقول الجرجير، هنقول الجنزبيل، هنقول البرسيم. عندك 3 محفزات اساسيين للطيور الزينة كلها بشكل عام. يعني ايه؟ يعني انا ما ابداش اجيب مثلا كمثال، والكلام ده على الناس كلها، ما اجيبش قص كوكتيل لاتيني او قص كوكتيل البينو مثلا اعمار سنه او سنه وشهرين او 12 شهر سن الشغل بتاعه، واجي احطه في قفص ويبدا ان هو على ما يقعد على المكان يقعد فتره، ممكن يكونوا دكارين، ممكن يكون انتيتين. برضو احنا بنوضح للناس الامور دي كمثال، لان دلوقتي في ناس بتجيب كوكتيل عشان تنتج منه ما بتعرفش ينتج، والكوكتيل ده ممكن يقعد عندك سنه واثنين وثلاثه، سواء كانوا ذكر وانتايه متوالفين او ذكرين او نتايتين. الموضوع بتاعنا النهارده هنتكلم ازاي ان انت ما تضرش طيورك حتى لو بتديها محفزات للتزاوج، غير المحفزات الطبيعيه، قصدي ان المحفزات البيطريه. دلوقتي بتجيب جوز كوكتيل او جوزين، عندك جوزين كوكتيل عاوزهم ينتجوا، بتبدا ان انت تجيب هيرسيلينيوم وتجيب فيريديفيت، تبدا تديهم على الميه او على الاكل الطري. دلوقتي انت عندك جوز كوكتيل مثلا عمر سنه او عمر سنتين، بتاع يعني كبير شغال مش عارف تنتج منه، وبيقعد عندك سنتين وما اشتغلش وما بطش عندك ولا مره. انت بتبدا تديله محفزات، المحفزات دي بتبدا ان هي تضره مش تحفزه. ابدا معاه بالطبيعي، يعني كمثال انت عندك كوكتيل، ابدا خش بالجرجير مرتين في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع، حط برسيم 3 مرات في الاسبوع. عندك كل دي عوامل اساسيه بالنسبه للطبيعه. حط جنزبيل، كل دي عوامل طبيعيه ملهاش تاثير او لها اضرار، يعني مثلا ما يكونش لها اضرار زي المحفزات العلاجيه بتاعه الصيدليه البيطريه. طبعا اللي الدكاتره او الاطباء اللي صانعين العلاج لطيور الزين اكيد طبعا عارف ان ده عصفور وعارف له نسب معينه، ما اقدرش انا اتعداها، او اقدر ان انا مثلا ادي حد اقصى للطيور، لان ده طبعا عصفور مهما زادت الجرعه عليه ممكن تضره، ما تنفعوش. يعني ممكن واحد يقول انا مثلا هدي سيلينيوم بدل ما احط سنتي هحط 2 سنتي، هجيب فيريتي فيت بدل ما احط مثلا ربع سنتي على اللتر او احط سنتي على اللتر الميه، انا احط 2 سنتي او 3 سنتي، وده هيكون غلط وده هيضر طيورك للاسوأ مش للاحسن. لان طبعا زي ما العلاج ده له فوائد له اضرار. كمثال دلوقتي انت بتدي علاج ومفيش عندك اي تزاوج او بتشوف تزاوج ما بيكونش فيه عدم تخصيب البيض او عدم انتاج من طيور الزينه. لو انت طيور الزينه كلها بشكل عام سواء استرالي، روز، زبره، فيشر، كوكتيل بانواعه، زي ما بنقول كده على طيور الزينه بشكل عام، بتدي محفزات او بتدي مواد محفزه بيطريه للطيور بنسب عشوائيه. لا، انت لازم تتبع النشره الداخليه، ده لمده 5 ايام، ما اقدرش اتعدى لمده 5 ايام، ده لمده 10 ايام، ما اقدرش اتعدى مده 10 ايام ووقف. وبعدين في ادويه تانية لازم تديها كغسول كلوي، لان الطيور بيجي لها عده امراض، كمثال النيوكاسل، كوكسيديا، جميع الامراض تنفسي، اي امراض في التورم في الكبد. حلو، كل ده بيضر الطيور فيما بعد على وبيأثر عليها في الانتاج. كمثال ممكن واحد يقول لي انا عندي جوز كوكتيل او جوز روز او جوز فيشر او اي جوز من طيور الزينه،
بيكون كويس ومية مية، وفجأة الاقي الذكر مات من غير اي مقدمات، و مات من غير ما فيش اي اعراض تعب عليه، ولا برد ولا مثلا تنفسي، ولا في اي اسهالات، ولا اي مثلا افرازات خارجه من الانف او المناخير عامه. فبالتالي بتلاقي حاجه ماتت. ممكن يكون المحفزات او الادويه البيطريه بتديها انت باستمرار، بتلاقي الفرد قدام منك او نوع الطائر قدام منك كويس وبيتحرك، بس داخليا بايظ، عنده مثلا الكبده، عنده التنفسي، عنده اي اعراض جوه بايظه. كمثال انت بتدي المحفزات دي بتبدا تشغل الهرمونات ويبدا يشغل البويضات عند الانثى. ممكن يكون الذكر اللي معاها صغير مش جاهز للتلقيح، فبالتالي الانثى ممكن تبيض والبيض بتاعها يطلع غير مخصب. يبقى انت كده في دماغك ان الذكر هو اللي بيروق، تبدا تدي الذكر محفزات، الذكر يكون صغير، المحفزات دي تتعبه لان هو ما فيش سن بلوغ او في سن تزاوج للذكر ده. فاحنا لازم نوجه الناس ونعرف الناس ان المحفزات دي لازم تكون عندك، او يكون انت عارف سعر عمر الطائر قد ايه، وتدي الطائر ده النسب المعينه. يبقى احنا ما نديش اي ادويه او اي حاجه. كمثال الجزء الاسترالي اللي قدام حضراتكم ده طبعا لازم تشتغل معاه. انا بدي برسيم، يعني انا من كتر البرسيم والجرجير اللي كنت بديه للطيور قسما بالله والله العظيم عندي جوز استرالي لسه ما فطمش زغاليل وبط تاني بيض جنب الزغاليل وطلعه. يعني عندي جوز في عش واحد طلع مرتين اتنين في خلال العش، يعني رادت على البيض والانثى على البيض طلعت الفروخ بقت عمر مثلا 20 يوم او 25 يوم، كان بدايه داخل على مرحله فطم، وباضت تاني ورقدت على البيض ولسه عندها زغاليل. لسه عندها زغاليل بدات من الجرجير والبرسيم، وبعد بدات تأدي فتره البيض باضت مرتين في بعد المفروض ان هي بتريح، او مثلا ان الاسره ديت بدت مثلا 5 6 بيضات وخلصت بيض ورقدت على البيض، المفروض في الفتره ديت خلاص يبقى كده عنقود البيض خلص. فالفتره ديت برضو فضلت احط جرجير وفضلت احط برسيم. عنقود البيض بتاعها او البيضات بتاعتها بشكل عام بدات تتجدد تاني وهي راقده على البيض، وباضت تاني مره اخرى مرتين اتنين في نفس الوقت. يبقى لازم نبتدأ بالمحفزات الطبيعية. يعني الجوز زي ده بديله محفزات طبيعية، جرجير، برسيم، جنزبيل، غير كده ما بديش الطيور اي حاجة. ولو انت استفدت اي حاجة من الفيديو، عشان ما تقولش في المقدمة او طول في الفيديو، دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اتمنى توحد الله وصلى على النبي في تعليق. زي ما حضراتكم يا جماعه الفيديوهات ديت انا بعملها لكم والله عن تجربه، انا مش بدي علاج وخلاص، لاني انا بشتغل بيه المحفزات الطبيعيه. المحفزات الطبيعيه زي ما قلنا ان الذكر اللي قدام حضراتكم ده شغال بالبرسيم، الجرجير، الجنزبيل، ما شاء الله اكتر من 45 ثانيه داخل على دقيقه. مرحله مده التكاثر بتاعته زي ما حضراتكم شايفين، شمال ويمين شمال ويمين. ممكن في مره واحده بس الذكر ده يخلي عنقود البيض كله مخصب من مرة تكاثر واحدة زي دي، مش لازم كل مرة او كل يوم يطلع على الانثى. زي ما حضراتكم شايفين كده تم التلقيح الحمد لله. ولو استفدتوا حاجة ما تبخلوش علينا بالاشتراك.